زيزو لعب وينج يمين وينج شمال ونص ملعب ومهاجم صريح وفشل فيهم كلهم. هو مش فالح بس طول المباراه غير ان هو كل شويه يعدل في التيشيرت بتاعه ويعدل في شعره بس والاستشوار، والمهم ان هو يبقى شكله شيك، انما تلعب كوره وتبقى راجل لا، مفيش الكلام ده. الله يمسيه بالخير حسام غالي كان بيحط دماغه في النجيله عشان يجيب الكوره، وغيرهم كتير، واكرم توفيق لما كان بيلعب عندك كان يعني كنت بتحس ان هو بيلعب على شرفه. حتى حسين الشحات اللي انت رحت جبت زيزو عليه عمره ما بخل بنقطه عرق واحده، عمره ما كان مثلا اثر في حاجه، طول الوقت كان بيبقى راجل بيلعب برجوله. ما عنديش شك 1% ان هو يمكن من اكتر الناس اللي موجوده في النادي الاهلي بتحب النادي الاهلي، حسين الشحات اللي انت رحت جبت زيزو عليه، مع ان حسين الشحات كان مؤثر وجاب لك بطولات افريقيا وكاس عالم للانديه وكان مؤثر في بطولات كتير جدا. لكن كل ده بسبب الاداره. انا مش هلوم اللاعب، انا هلوم الاداره، الاداره اللي جايبه لاعب ومدياله العقد بتاعه سنه كامله لقدام، مديله سنه كامله لقدام، هيجي بقى يلعب بروح وشغف ويتقي الله ويبقى عنده ضمير ويلعب برجوله؟ كل ده بسبب الاداره والله. منكم لله، منكم لله ورب. ويعني كان يوم اسود، كان يوم اسود من ساعه، يعني ساعه ما زيزو ده دخل النادي الاهلي وكل اللعيبه اللي جت من نادي الزمالك، مع احترام النادي الزمالك. شكرا لكم.